ألقت السلطات الإماراتية في مدينة دبي القبض على مواطن مصري قادم من الولايات المتحدة ويحمل جواز السفر الأمريكي، يدعى شريف عثمان، وهو ضابط سابق شارك في تحريض والدعوة للتظاهر يوم 11 نوفمبر المقبل. السلطات الإماراتية ألقت القبض على عثمان شريف فور وصوله للأراضي الإماراتية من أجل زيارة عائلية، وتم احتجازه في إحدى مقرات الاحتجاز، حيث أشار العديد من المقربين منه خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي لإمكانية صدور قرار بترحيله وتسليمه إلى السلطات المصرية. ونشر عدد من الهاربين في الخارج خلال الساعات الماضية أنباء القبض على شريف عثمان في دولة الإمارات، معبرين عن تخوفهم من إمكانية ترحيله لمصر بسبب دعواته الأخيرة للتظاهر والهجوم على الدولة في مصر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. ونشر سامي كمال الدين تدوينة قال فيها: تم القبض على شريف عثمان في مطار دبي منذ أسبوع وهو مختفي حتى الآن. شريف مواطن مصري حاصل على الجنسية الأمريكية وهو ضابط سابق في الجيش المصري.